هو الاسد المغربي رضا سليم لاعب الاهلي فين دلوقتي؟ في 2023 النادي الاهلي كان بيدور على جناح يقدر يقدم له اضافه في الملعب، لان كان في عجز واضح في المكان ده. كان قدامنا خيارين، اشرف بن شرقي ورضا سليم، ولكن مارسيل كولر اختار رضا سليم. قال لك انه لاعب صغير في السن، افضل لاعب في الدوري المغربي اخر موسمين، عنده امكانيات جيده جدا وهو محتاجه في الملعب. ورضا بالمناسبه الموسم ده كان متالق جدا، وكان فايز بالدوري مع الجيش الملكي، وهو اللي سجل هدف الحسم بتاع الدوري، وهو اللي كان افضل لاعب في الدوري، وكان بينافس على الهداف. يعني كان عامل موسم قوي جدا، علشان كده كانت صفقه فعلا قويه. بعد ما انضم على طول مارسيل كولر حطه في الملعب في السوبر الافريقي، قدر يقدم مباراه قويه جدا رغم خساره النادي الاهلي وقتها امام اتحاد العاصمه. وبعدها تألق في الدوري وقدر يسجل في المصري، وكان لاعب فعلا مبشر على ابعد مدى. ولكن بعدها بتجيله اصابه في كتفه تبعده لفتره، الاصابه دي اثرت عليه بشكل كبير. مش بس كده، ده كمان بعد ما رجع شارك في كام مباراه، سجل هدف عالمي امام الاتحاد السكندري، وبرضه تجيله اصابه مره تانية، ولكن المره دي في غضروف الركبه، علشان يغيب فتره كبيره جدا. وهنا النادي الاهلي قرر يخرج رضا سليم من القائمه الافريقيه والمحليه علشان يكون موجود لاعب اجنبي مكانه. وتم التعاقد مع اشرف بن شرقي، اللاعب اللي اصلا كان مطروح على النادي الاهلي مع رضا سليم. وبعد عوده رضا من الاصابه خرج اعاره، وكان عنده اكتر من عرض، ولكنه اختار الجيش الملكي ورجع مره تانية، وحاليا موجود مع الفريق. وشارك حتى الان سواء في الدوري او حتى دوري ابطال في 8 مباريات، وقدر يسجل هدفين، هدف منهم بضربه راسيه وتحرك ممتاز جدا، الهدف اللي قدامك ده. والحقيقه ان مستوى رضا سليم بيتحسن مباراه عن الثانيه، وهو اعاره، ومع نهايه الموسم الحالي يرجع النادي الاهلي مره ثانيه. مش عارف هل انت بتشوف لو رجع النادي الاهلي هيقدر يقدم اضافه، ولا انت شايف ايه؟ وقول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي.